بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم، أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم هنا عبر قنوات بي إن سبورت، طابت أوقاتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المباراة ولحسابات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في هذه المباراة التي تجمع هنا بين الفريقين، بين عزيز المتابع الجيش السوري والوحدات الأردني، في هذه المباراة التي تلعب هنا على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمحرق ستاديوم. هذه المباراة التي تأتي لحسابات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الأسى نقاط. يأتي بعد ذلك الجيش السوري مستضيف هذه المباراة ب4 نقاط. بطولة دوري أبطال آسيا، هذه البطولة الصعبة والصعبة جدا، أمامية منذ البداية، لكن مرت منذ البداية الخطر كاد أن يشكل هنا، بل شكل الجيش السوري الفريق الحاضر في هذه المباراة والذي توج بالمباراة والذي يلعب بطريقة 4-4-2. في هذه كان قد سجل هدف المباراة عدي إسماعيل الصيفي، قد سجل هدف مباراة الذهاب في تلك المباراة في الدقيقة 52. وبعد ذلك في المباراة الثانية، في مباراة الإياب، في مباراة توج بها عزيز المتابع نادي جوهر دار التعظيم الفريق الماليزي في نسخة 2015. أيضا حتى على مستوى المباراة النهائية لم يكن ذلك النهائي العربي الخالص المعتاد عندما وصل إلى المباراة. قائمة مستمرة على مشارف منطقة الجزاء، قد يصوب، يفعل ذلك، الله فعل ذلك عندما شاهد بأن الكرة مؤاتية للتصويب، صوب مباشرة بدون أن يتردد. لكن أتى التألق في الكرة الماضية. بهاء فيصل 7 مباريات بالنسبة لهذه البطولة، كرة ملعوبة أمامية لكنها، وكذلك الدوري السوري الذي تتبقى منه 7 جولات، والبطولة التي يتواجه هذه اللحظات. كرة ستلعب للوحدات الأردني داخل منطقة الجزاء بالراس، كذلك في يوم الثلاثاء في 26 من أبريل. كرة ملعوبة خطيرة إلى الأمام، لكن كرة ملعوبة إلى الأمام عرضية، لكن أحمد ثقيل جدا، لاعب ثقيل جدا للأمانة، لاعب ثقيل جدا. كرة ملعوبة تلعب للجيش، لكن الفاعلية لا توجد، تلك الفاعلية أمامية داخل منطقة الجزاء. في المباراة تحتاج إلى هدف لأن تتغير وضعيتها. تصويبة لا تزال بالنسبة له في هذه اللحظات. ملعوبة أمامية خطيرة إلى الأمام، على كرة مرت خطيرة جدا جدا جدا. وحدات الأردني عادت من جديد، لا تزال الله 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 من جديد للوحدات تقدم في هذه اللحظات. والحكم المباراة لا يوجد شيء أمامية، توجد فعالية هجومية حقيقية تقدم في هذه المباراة. كرة ملعوبة أمامية خطيرة، تصويب، الله على كرة وصلت وعبرت، وكان بمصطفى، بهدف مصطفى شحدة، بهدف مقابل لا شيء. الكبيرة التي يتحكم بها على الكرة خطيرة أمامية حارس المرمى، وقبل ذلك حالة تسلل. أولا بالنسبة للتحكم أمامية داخل منطقة الجزاء، حكم المباراة خطيرة إلى الأمام، على كرة، على تصويبها مرت وعبرت في الكرة الماضية، عبرت ومرت في الكرة، ترسل إلى الأمام عن طريق مؤمن ناتي اللاعب البديل أمامي. الله على كرة تم كامل المباراة. سيد تانتايف يطلق صافرة، يعلن محمد الباشا، محمد الدميري، فيكتور ديمبا، صالح راتب. حضور الإثارة في هذه المباراة. كرة ملعوبة للقادم من الخلف في هذه، الله على كرة، الخطر قائم، لا يزال مستمر على حساب الآخر إلى حد اللحظة في هذه المباراة. حال
في دوري المجموعات، لكن بعد هذه الكرة بالراس هنا ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. مرت الكرة الماضية، عبرت وبعد ذلك خلصت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة وفي المحاولة الماضية. كنت أتحدث عنها وعلى مدى خطورتها التي حضرت في الكرة الماضية، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة عبد الله فخوري في المحاولة الماضية. كرة للأمانة كانت قريبة، للأمانة كان الاتحاد السوري والكويت الكويتي المجموعة الثالثة القادسية العربية هو السويق العماني ب4 أهداف، وأكثر من سجل أهدافا عماني بحالة مشابهة تماما، أكثر من استقبل إلى خارج أرضية الملعب في المحاولة الماضية. استاذ فيصل الحسيني، الخسارة والفوز بالنسبة لهذا الموسم معتمدا ومستندا على نتائج في الموسم الماضي في مصلحة الوحدات على مشارف منطقة الجزاء. الخطورة في هذه اللحظات تشكل. الله 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 على روعة الكرة الماضية، على الروعة الكرة. غيرت مسار الكرة، هل تألقت في الكرة الماضية؟ ما الذي غير الكرة؟ ما الذي غير مسارها بعد؟ الله 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 الله، يا لجمال الكرة، يا لروعة التصويبة التي مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة لا تزال الماضية من جانب الدفاع أو من جانب بها فيصل أو باسل مصطفى وبقية الزملاء في الكرة الماضية. الخطر الكبير عفوا تشارك هنا في هذه البطولة، في هذه النسخة من هذه بها على غفلة، أتى بها على غفلة، يسجل هنا الهدف الأول أحمد الأشقر وسط غفلة من الكل، أتى مسجلا محرزا مسعدا لهذه الجماهير. لاحظوا تقدم الله 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 على أحمد الأشقر. شعر بأنه قادر، كان يشعر بذلك، كان يعني ثقة بقدمه اليسرى عالية جدا. تقدم هنا، صوب هنا، وأتى محرزا الهدف الأول لمصلحة الجيش السوري. وبعد ذلك يأتي الهدف من جانب أحمد الأشقر الذي يأتي بالهدف الأول في المباراة. وهذا يعني عزيز المتابع أن الجيش السوري في المسار السليم. قبل هذه المباراة كانت لديه 4 نقاط، ومن خلال هذه المواجهة ومن خلال هذا الهدف الذي سيجعل ملعب مباراة خارج أرضية ملعبه هنا يلعب. تبقى له مباراة ستجمعه بالجيش، وهي الجولة القادمة في استاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة. هذه أو الفرق أيضا تبديل آخر. صالح راتب ترك أرضية الملعب تماما في الكرة الماضية. استقبال الكرة، بها فيصل كان قريب جدا من أن يسجل واحد من الأهداف الخالدة. لاحظوا أوه الله 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 على طريقة لاحظ كيف قرر، متى قرر أن ينفذ الكرة بهذه الطريقة. يعني الوقت ضيق. هذه الحالة يعني يتوجب علينا لوم حارس المرمى. لا